السماء تمطر بغزارة والرياح تعوي كأنها نائحة على شيء فقدته. تحت مصباح شارع خافت وقفت سارة تحدق في الطريق الرطب تنتظر من لن يأتي. كان يوسف وعدها أن يعود قبل الغروب، لكن الغروب جاء ومضى، وجاء الليل بظلامه البارد ولم يعد. كانت تمسك في يدها بتذكرة سفر إلى مدينة الأحلام كانت تحلم بها منذ أن تعلق قلبها بقلبه. تعرفت عليه في يوم ممطر مثله حين عارها مظلته وهي تنتظر الحافلة. من تلك اللحظة أصبح لا يفترقان، خططا معا لمستقبلهما. حلماه غرفة صغيرة تملأها الضحكات وقهوة الصباح التي يتشاركانها، وخطواتهما الأولى معا على طريق الحياة. لكن الأقدار كانت تخبئ شيئا آخر. هاتفها رن فجأة والصوت من الطرف الآخر كان باردا: هل أنت قريبة ليوسف؟ تعال إلى المستشفى بسرعة. في تلك اللحظة انكسر عالمها. في المستشفى علمت أن حادثا على الطريق السريع أنهى أحلامهم في لمح البصر. دخلت غرفته وهو مربوط بالأجهزة، همس باسمها ثم أغمض عينيه إلى الأبد. الآن وبعد سنوات ما زالت سارة تزور قبره كل جمعة، تحمل معها زهرة الياسمين اللي كان يحبها، وتجلس ساعات تحادث كما لو أنه ما زال هناك. تلك التذكرة ما زالت في محفظتها، لم تسافر أبدا إلى مدينة الأحلام، لأن أحلامها دفنت معه تحت التراب.